وبكده عملنا ألذ تشيز كيك كنافة بجد خطير وطعمه تحفة. بجد مش هتاكلوه برا نهائي. حاجة كده خطيرة عملناها في البيت بكل سهولة بطعم يجنن. شايفين الجمال؟ يلا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. اول حاجة كده عندي ربع كيلو من الكنافة متقطعة كده قطع صغيرة بالشكل ده. هضيف عليها كوباية كبيرة من البسكوت، اي نوع بسكوت عندك سادة. انا فرمته ناعم بالشكل ده، وهضيفه كمان فوق الكنافة بيديها طعم حلو جدا. نقلبها كده كويس قوي ونخلطها مع الكنافة بالشكل ده. نص كوباية بقى من الزبدة او السمنة زي ما تحبوا. هرشها كده على الكنافة هي والبسكوت. اغلف بقى الكنافة كلها كده بالزبدة مع التقليب كده، وادخل بقى الزبدة كده كويس قوي مع الكنافة بالشكل ده. نجيب بقى قالب كده من القوالب اللي تشيز، ندهنها زبدة، وحطيت هنا شوية ورق زبدة كده عليها علشان برضو تسهل معايا طلوع التشيز منها. هفرد بقى الكنافة بتاعتي بالبسكوت بالزبدة. هفردها كويس قوي كده في قاع الصينية، ونحاول نعمل بقى حواف علشان لما نيجي نحط الكريمة ما تقعش مننا، لان انا هسوي كله في بعضه كده في الفرن. ناس كتير بتحمر الكنافة الاول وبعد كده تعمل الكريمة بره، لا خالص، احنا هنعملها كلها كده في الفرن وهتطلع خطيرة. خلصتها كده هركنها بقى على جنب، وابتدي اعمل الكريمة بتاعتي. الكريمة عبارة عن 3 بيضات بالشكل ده، درجة حرارة الغرفة طبعا، وعليهم نص كوباية من السكر، سكر بودرة، وكوباية من الجبنة الكيري، جبنة كيري، جبنة مثلثات زي ما تحبوا، اي جبنة كريمي، و3 علب زبادي بالشكل ده، العلب اللي هي المتوسطة، وشوية فانيليا. نضرب بقى المكونات دي كويس قوي، وبعد كده هنضيف بقى مكونين كده، اخر مكونين معانا، بس بعد بقى ما ندوب كده الجبنة كويس قوي مع البيض. نضربها كده حوالي 10 دقايق كده متواصلين. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من النشا، عليها كوباية صغيرة من الكريم شانتيه. نضرب بقى مكوناتنا دي كلها كده وتبقى الكريمة عندنا بقت جاهزة. نحاول نجيب بقى طبق كده ملموم شوية علشان الكريمة متقعش مننا. هنا خلاص خلصت الكريمة بتاعتي وكده بالقوام اللي انا عايزاه. هدخلها بقى الفرن بتاعنا. انا طبعا زي ما قلت لكم سخنه الفرن. هنزل بقى بالكريمة دي كلها كده على الكنافة بالشكل ده. بجد الوصفة دي هايلة وتستحق التجربة بجد، لانها طعمها خطير، من احلى وصفات الكنافة اللي هتجربوها. يعني مش ببالغ والله، بس بجد حلوة جدا وطعمها خطير. نعمل بقى الطبقة الأخيرة بتاعتنا، وهي طبقة الفراولة. عندي هنا ربع كيلو من الفراولة مقطعاهم كده قطع صغيرة، عليها نص كوباية من السكر بالشكل ده، وهسيبها على النار، وطبعا هعصر عليها عصرة ليمونة كده خفيفة. هكون محضرة برضو شربات. الشربات ده بيبقى خفيف، كوباية سكر وكوباية مية. الكمية اللي عندي دي هتاخد كوبايتين سكر وكوبايتين مية، وعليهم عصرة ليمون وشوية فانيليا. وهي سخنة كده، طبعا الكنافة عندي بردت، يا الكنافة باردة يا الشربات بارد، حاجة من الاتنين. فضفتها كده بالشكل ده، وحاولت ان انا اغلف الكنافة كده بالشربات بالطريقة دي، عشان تبقى بقى طرية معايا كده. وبعد بقى ما طلعتها حطيت هنا الكريمة بتاعة الفراولة بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم الريحة رهيبة، وبجد حاجة كده مختلفة وطعمها رايق، يعني طعمها كده من الاخر. شايفين؟ نفردها كويس قوي. هزوقها بقى كده بالفراولة، هي مش محتاجة اي تزيين. عايزين بقى كريم شانتيه كده على الوش وتزوقوها براحتكم. التزيين ده طبعا حسب الرغبة. انا حبيت ان انا احط كده فراولة كده حواليها، وادتني المنظر الجميل ده، وفراولاية برضو في النص كده. بجد خطيرة، وزي ما قلت لكم من احلى الوصفات اللي هتعملوها. وصفة حلوة جدا، وحاجة كده تبع المحلات بقى، يعني حاجة فخمة كده تعمليها. لو اي ضيوف جت، اي حد جه
ممكن تعمليها له بجد هينبسطوا بيها جدا، ومش هيدوقوا يعني الطعامة دي عند حد تاني. يعني جربيها بجد هتعجبهم قوي. نقطع بقى الجمال ده كله كده، ناخد قطعة كده بسيطة ووريكم بقى من جوه عاملة ازاي. اوعدكم هتاكلوا احلى تشيز كنافة ما دقتوهوش قبل كده. حاجة كده فخامة وطعم من الاخر، بجد بتترطب على القلب جدا وطعمها حلو قوي. من احلى الوصفات بتاعة الكنافة اللي ما تزهقيش منها. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وتعليقاتكم الجميلة اللي ما بزهقش منها ابدا. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم هند سليم. باي باي.